السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. فيديو جديد في قناة عالم ملك. نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين بقى يا حبايبي، النهاردة الأكل بتاعنا هيكون سمك. هنعمل مع بعض النهاردة صينية سردين. وهنا أنا كنت شاوية سمك بوري، بس شاوية بره ما شوتوش في البيت. وعملت كمان كشك بالجمبري. طبعا انتوا عارفين بقى في الحر اللي احنا فيه ده، يعني الواحد بصراحة ولا عايز ياكل لحوم ولا عايز ياكل طبيخ ولا بيستثقل. الأكل ده بيبقى تقيل قوي قوي في الحر. فقلت بقى ايه، هو ما ينفعش في الحر ده الا أكلة سمك كده، وانتوا عارفين بقى ان الاسكندرانية بيحبوا السمك قوي قوي. فزي ما تقولوا بقى ايه، انا نزلت السوق. عايزه اقول لكم السمك اللي انا جايباه ده ما جيبوش من السوق اللي جنب بيتي. يعني أنا ما بحبش السمك اللي هناك بصراحه. فدايما دايما بنزل سوق الميدان عندنا في اسكندريه. طبعا اللي بيسمعني من اسكندريه عارف سوق الميدان ده فين. ده هو سوق الميدان ده بعد المنشيه. تمام كده. فدايما هناك السمك بيبقى صابح وبيبقى طازه، بيبقى حلو قوي قوي. وعايزه اقول لكم بقى انا كمان نزلت جبت اللي لقيته بصراحه جبته. يعني عايزه اقول لكم كمان انا لما نزلت السوق كان ما فيش سمك كتير، يعني كان قليل تقريبا. هم خايفين يجيبوا السمك من الحر يبوظ منهم. مش عارفه، يعني في اوقات انا بنزل السوق بتاع الميدان ده الاقي السمك كتير جدا، فمببقاش عارفه اجيب ايه ولا ايه. وساعات بلاقي السمك قليل جدا، صعب على ما بلاقي حاجه ان انا اجيبها. بس في العموم يعني السمك هناك بيبقى طازة وحلو قوي قوي قوي. طيب انا هنا جبت يعني اللي لقيته بصراحة جبته. جبت مجموعة كده وتشكيلة من الاسماك، وهقول لكم على كل حاجة في الفيديو ده، وهقول لكم على الاسماك وانواعها، وهقول لكم على اسعارها كمان. طيب انا هنا جبت سمك بلطي، وجبت طبعا بسارية بقى ايه. يعني انا لما بشوفها بصراحة بضعف قدامها، بحب البسارية جدا جدا. وجبت سمك اللي هو وجبت السردين. وجبت سمك اللي هو السيوف، معرفش ده اسمه سيوف ولا ايه، بس هو السمك ده انا بحبه قوي يا جماعة. هو بتلاقوه في وقت كده في الصيف، بيكون هاجم بقى كده وبكميات كبيرة. فهو ليه وقت معين تقريبا، هو بيبقى في شهر 7 أو 8 تقريبا كده، عشان أنا دايما بلاقيه في التوقيت ده. وشايفين السمكية عاملة ازاي؟ السمكية دي بقى تتقطع كده وتتقلى، تتبل وبعدين تتقلى. وعايزه اقول لكم بقى بيبقى طعمها حلو قوي قوي، كانك بتاكلي فراخ بانيه بالظبط. ولا السمكيه زفره ولا اي حاجه. بس انا عندي في البيت هنا مفيش حد بياكل السمكه دي الا انا. فهنا انا جبت نص كيلو. ماشي. وهنا جبت السمك البلطي. السمك البلطي ده انا جايبه الكيلو بتاعه ب60 جنيه. جبت هنا 2 كيلو. شايفين السمكية وظهرها تخن ايه؟ يعني دايما لما بجيب السمك بجيب السمكية تكون ظهرها تخين كده عشان يبقى فيها لحم. وطبعا هنا جبت البسارية كيلو ب20 جنيه. وهنا جبت نص كيلو لانها بتتعبني في التنظيف. زي ما انتوا عارفين بشيل الراس بتاعها بتطلع بالبطن كده. فجبت نص كيلو بس. الكيلو بتاعها ب20 جنيه، فجبت النص هنا ب10 جنيه. وجبت بقى السردين لان هنعمل صينية. وبعد ما جبت بقى السردين كيلو طبعا ب50 جنيه، جبت النص ب25 جنيه. طيب بعد ما مشيت شوية كده افتكرت ان انا نفسي اكل سردين مملح. وانا ماشية قدام شوية كده لقيت واحد برضو بيبيع سردين، فجبت نص تاني اهو زي ما انتوا شايفين. وقلت ده ان انا ايه، هملحه. وطبعا السمك البوري جبته وشويته عند الراجل، لان طبعا مش هقدر اقف اشوي في الحر ده. انتوا عارفين بقى الجو صعب جدا جدا. وعندنا في اسكندرية الرطوبة عالية قوي 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 يعني. حر مع رطوبة، على ما الواحد بيخش المطبخ ويطلع كأن الواحد مستحمي كده أو عليه جردل مية من كتر العرق والرطوبة. طيب. زي ما انتوا شايفين بقى احنا هنعمل مع بعض ايه النهاردة. أول حاجة هنبتدي نعملها هي صينية السردين. ليه بقى؟ لأن أنا هعملها وأتبلها وأدخلها الفرن وإيه وأسيبها جوه الفرن على ما تبقى على ما تستوي في الفرن أكون عملت حاجة تانية. تمام كده. دايما لما باحب أعمل أي حاجة يعني إيه بابدأ بالحاجات اللي هي إيه سهلة في العمايل بتاعتها عشان أخلص منها. تمام كده. طيب هنبتدي بقى نشيل السمك بتاعنا. السمك البلطي ده دوت طبعا أنا هانضفه وهاشيله في الفريزر. تمام كده. وعندكم السمك اللي هو السيوف دوت برضو هشيله في الفريزر. بس ده بقى مش هنضفه، هشيله زي ما هو كده من غير ما اغسله. بصي حبيبتي، عشان خاطر السمك بتاعك ما يبقاش زفر، وانت عايزه تشيليه في الفريزر تشيليه زي ما انت جايباه من عند الراجل. ما يلمس الميه ابدا، عشان لما تيجي تطلعيه ما تبقاش السمكيه معاكي زفره.
تمام كده، بعبلها كده بحالها بمالها تاخديها وتحطيها في كيس، في كيس يكون نضيف، وتقومي حطاها في الفريزر. تمام كده. بالنسبة للسمك البلطي انا هنضفه و... ومش هغيبه في الفريزر، يعني اخره 3 ايام عشان اللحم بتاعه ما ينعمش ويفضل اللحمة بتاعته خشنة كده وطعمه ما يغيرش. يعني دايما السمك البلطي ما بيقعدش كتير في الفريزر، واي سمك كمان، وسمك البحر ممكن يقعد لحد اسبوع ما فيش مشكلة. تمام كده. طيب، وزي ما انتم شايفين بقى، انا اول حاجه هعملها اهو صينيه السردين. هنا قطعت طماطم، وحطيت شويه حلوين كده من الثوم. وبصوا بقى، انا نسيت خالص اجيب فلفل اخضر وانا جايه، فكان عندي بقى فلفل الوان من الفريزر، فطلعته وحطيته على الخلطه بتاعتي دي النهارده، يعني يبقى بديل الفلفل الاخضر. وهنحط رشه من الكمون ورشه من الملح ورشه من الكزبره اهو. وهنقلب الكلام ده كله على بعضه، بس انا هنا هنقله في طبق اكبر، وهقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوا. لان هنا زي ما انتم عارفين بقى، انا كنت مندمجه في عمايل الحاجه، فما كنتش واخده بالي وانا بصور، معلش سامحوني. هنا بقى ايه، هننزل بعصره ليمونه على الخلطه بتاعتنا دي ونقلبها كويس جدا اهو، زي ما انتم شايفين بالشكل دوت اهو. هناخد بقى نص الكميه اللي معانا دي وهننزل بيها في قلب الصينيه عشان خاطر هنرص السردين بتاعنا عليها اهو. اعملوه بالطريقه دي هيطلع معاكم حلو قوي قوي، هتاكلوا احسن صينيه سردين اهو. وهنبتدي بقى نرصص السردين بتاعنا. طيب، السردين اللي انا عملته دوت في الصينيه، طبعا انا غسلته قبل ما اعمله، دي اهم حاجه ان هو يتغسل. طب بالنسبه للسردين التاني اللي انا هملحه، السردين التاني اللي هيتملح ما بيتغسلش يا جماعه، بتجيبيه من عند الراجل، يا دوبك بتملحيه على طول، ما الميه مش بتلمسه. تمام كده، عشان خاطر ما يدوتش منك ولا يتزفر منك. هقول لكم كده شفوي هو بيتعمل ازاي، وطريقته سهله خالص وما فيهوش اي حاجه. طيب، خلينا بقى في صينيه السردين، رصيناها كده بشكل حلو اهو زي ما انتم شايفين، وهنبتدي ننزل ببقيه الخلطه على وش الصينيه اهو بالشكل دوت، بس كده. ونوزع بقى الطماطم كده اللي فيها الخلطه على وش الصينيه، على وش السردين اهو بالشكل دوت اهو. شايفين صينيه السردين؟ يعني بصوا تتاكل وهي نيه. هنحط بقى ايه رشة من الزيت كده اهو زي ما انتم شايفين على وش الصينية اهو. ونوزع الزيت كده على الصينية كلها، وهندخله الفرن ونسيبه بقى ايه لحد لما يستوي. تمام كده حبايبي. طيب، بالنسبة للسردين التاني اللي احنا هنملحه، زي ما بقول لكم ده ما بيتغسلش خالص، هننزل عليه برشة من الملح ونقلبه كويس جدا اهو زي ما انتم شايفين. وهحطه في المصفى لحد ما ينزل، لو في بقى حبة دم ولا حاجة في النخاشيش بتاعته كلها هتنزل تحت في الطبق دوت، وبعدين ابتدي ان انا اخلله. تمام كده. طيب، بالنسبة للبسارية، طبعا انا مش هعملها النهاردة البسارية، فايه هنضفها، يعني هشيل الراس بتاعتها وهشيلها زي ما هي برضو من غير ما اغسلها، لما ابقى اطلعها ابقى اغسلها. تمام كده. طبعا زي ما انتم شايفين، انا بوريكم اهو الطريقه، بشيل الراس بتطلع بالبطن كلها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. لان لو قلتيها بالراس بصراحه بتبقى، يعني في ناس بتحب تعملها بالراس بتاعتها وتقليها بالراس بتاعتها، بس بتبقى زفره وما بتبقاش حلوه، وانا ما بحبهاش. تمام كده. فاهم حاجه ان انت تشيلي الراس. فدايما لما بجيب بصراحه نص كيلو، لانها بتاخد معايا مجهود ووقت في ايه، في التنظيف بتاعها زي ما هي كده، وما حطيتش عليها نقطة مية زي ما قلت لكم، عشان احنا بنشيل السمك ومعلوش نقطة مية، زي ما هو بنجيبه كده بنحطه في الفريزر. وهنحطه في الكيس اهو زي ما انتم شايفين، وهشيلها بقى في الفريزر واطلعها يوم تاني ان شاء الله، واغسلها غسلة كويسة واتبلها، وبعدين نعملها. طبعا زي ما انتم عارفين ان انا بعمل البسارية بالبيض، انا كنت عاملاها لكم قبل كده. طيب اهو زي ما انتم شايفين، يعني مجرد ان انا حطيت السردين، حطيت عليه شوية ملح، نزل بصوا حاجات في الطبق من تحت اهو. طبعا الطريقة دي بتخلي السردينية بتاعتك المملحة بتبقى حلوة مش زفرة. وممكن ان انت تعمليه من غير ما ترشي عليه ملح، وتنزلي منه الحاجات اللي بتنزل ديت اللي هي الدم وكلام من دوت. بصوا بقى، بالنسبة للسردين يعني بعد ما يصفى كده وينزل كل الدم اللي فيه، همسكه بقى ايه، احط يعني ايه احط شوية ملح، وبعدين احط ايه، احط السردين، وبعدين فوقيه شويه ملح. وطبعا الملح ده انا بكون خلطاه بشطه، دي اهم نقطه ان انت تعملي بشطه وملح خشن. تمام كده.
بنخلط الملح الخشن مع الشطة، وبنحط راق من الملح بالشطة من الخلطة ديّة، وبعد كده نحط شوية من السردين، وحبة من الملح والشطة، وحبة من السردين، ونحط على الوش بقى شوية زيت كده محترمين، ونسيبه لحد لمّا يستوي، يعني هيقعد له حوالي أسبوع كده أو 8 أيام، تمام كده؟ طيب دي طريقة السردين المملح. طب أنا عايزة أقول لكم بقى عشان إحنا كده إيه، أنا مش عارفة أنا باعمل إيه هنا. طيب بُصّوا أنا هنا معايا حلتين على النار، طب الحلتين اللي على النار دول حطيت فيهم إيه، هنا كنت ضاربة البصل زي ما أنتم شايفين، وحطيت هنا حلة فيها شوية زيت، وهنا حلة فيها شوية زيت. الحلة الأولانية هنحمّر البصل عشان خاطر هنعمل الرز بتاعنا، الرز الصيادية، والحلة التانية أهو زي ما أنتم شايفين حطيت البصلة بس ما سِبتهاش لحد لمّا احمرِت، لأ يا دوبك تدبل. تمام كده، وكان عندي جمبري في الفريزر كنت شارياه جاهز كده متقشر، وابتديت انزل بيه على البصلايه بعد ما دبلت، ونزلت بشويه من الملح شويه من الكمون، وهبتدي ان انا اقلب الجمبري بتاعي لحد ما اللون بتاعه يغير كده. تمام كده، وهنا زي ما انتم شايفين بقى انا ايد هنا وايد هنا في الحله دي عشان خاطر انا بنجز، وطبعا الفرن هنا شغال، حاطه فيه صينيه السردين. نزلت بالميه بقى كده بعد ما البصله بتاعتي اتحمرت، وهننزل بالملح هننزل بالكمون، وندي الكلام ده كله تقليبة، ونسيبه لحد لما يغلي كده كام غلوة عشان خاطر المية بتاعة الرز تغمق، ويبقى الرز الصيادية بتاعي لونه غامق. تمام كده، هنا ابتدينا بقى ايه، على ما المية تغلي هنبتدي نقلب بقى الجمبري بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين بالشكل دوت اهو. وهنا هكون عصرة طماطم ضربها في الخلاط ومصفياها، وهبتدي بقى ايه انزل بيها على الجمبري، بس لسه هادّي له بقى تقليبتين كمان كده، كده بقى حلو أوي، أوي، يعني ما تغيّبوش على النار، يا دوبك لونه يتغيّر، ونبتدي ننزل بالطماطم بتاعتنا أهو زي ما أنتم شايفين، وهنحط حوالي معلقتين كبار من الصلصة، وطبعًا هنا حاطين التوابل، حاطين ملح، حاطين كمون بس فقط لا غير، وهنقلّب الكلام ده كله على بعضه، ونسيبه بقى إيه لحد ما يشكشك ويبكبك، بس يتسبك نُص تسبيكة، مش تسبيكة إن الصلصة تتقل معاكِ جامد، لأ، نُص تسبيكة، لإن أنا عايزة يبقى في صلصة، فاهمين قصدي حبايبي؟ طيب هنا بقى الرز بتاعي كان المَيّة بتاعة الرز كانت غلت أهو، وابتديت أنزل بالرز زي ما أنتم شايفين، وهادّي له تقليبة، واسيبه بقى إيه لحد لمّا يتشرّب خالص، وبعدين أوطّي عليه النار، ويبقى كده خلصنا من الرز وصينية السردين في الفرن، والكشك أهو على النار. هنبتدي بقى نقلِّب كل شوية كده أهو زي ما أنتم شايفين، كده بقى حلو أوي، أوي، أوي. بُصّوا الصلصة بتاعتي عاملة إزاي، معايا هنا معلقتين كبار من الدقيق هاحطّهم في نُص كوباية من المَيّة وهادوّبهم كويس جدًا زي ما أنتم شايفين بالشكل دوّة، وهننزل بيهم على الصلصة والجمبري أهو زي ما أنتم شايفين، ونبتدي نقلِّب لحد لمّا يتقل معانا ويبقى زي إيه، زي البِصارة كده، عارفين البِصارة؟ زيّها كده عشان خاطر لمّا نحطّه في الأطباق مجرّد لمّا يبرد هتلاقوه مسك. بس طريقته سهلة وبسيطة، وطبعًا أهم نقطة وأنتِ بتقلّبي الدقيق في المَيّة، حاولي إن أنتِ تصفّيه قبل ما تحطّيه، عشان ما يبقاش في كلاكيع كده من الدقيق والكشك بتاعِك يبوظ منِّك لا قدّر الله. طيب هنا هنبتدي بقى وهو سخن على طول هتبتدي إن أنتِ تصُبّيه في أطباق، دي أهم نقطة، يعني ما تسيبوش لمّا يبرد، لإن لو سِبتيه لو لمّا يبرد في قلب الحلة هتلاقيه إن هو مسك وصعب إن أنتِ تحطّيه في الأطباق. بس كده خلّصنا الكشك بتاعنا، وادي صينية السردين كانت بردت كمان، طلّعتها من الفرن، وادي الكشك أهو كان مسك نَفْسه، وبُصّوا حاجة كده يعني فاخر من الآخر. بصراحة يعني اليوم بتاع النهارده أنا بالنسبة لي كان حلو أوي، أوي عشان خاطر فيه سمك، أنا باحب السمك جدًا، جدًا. طيب يبقى إحنا هنا عملنا مع بعض الكشك بالجمبري، وزي ما أنا باقول لكم الجمبري كان عندي في الفريزر كنت شارياه متقشّر جاهز يعني ما كنتش أنا اللي مقشّراه. وعملنا مع بعض صينية السردين، وهنا أنا كنت شاوية سمك بوري برّه، وعملنا الرز، بس هو ده بقى كان الغدا بتاعنا النهارده، وده كان يومنا النهارده، وأنا بنتي بقى واقفة جنبي بتعمل إيه شوية السلطة، لإن أنا بصراحة تعبت نزلت السوق الصبح وجيت عملت الأكل فتعبت، وطبعًا لسه بقى هانضّف بقى 2 كيلو سمك بلطي، ولسه بقى ورايا حاجات ومواعين، أنتم عارفين بقى الدوشة بتاعة السمك دي، بس بكده بقى
خلصنا الفيديو بتاع النهاردة، يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم،